كاليتي البرودوي يبقى محفوظ بالصحه، ودليل باللي يحفظ في درجه لا تفوق 6 درجات ولا 4 درجات على حسب البرودوي. مثلا الحليب اللي باستوريزي، هذا الحليب المدعم هذا اللي يتسوق على مستوى الملابن والاخر، هذا نورمالمون تحفظ في درجه لا تفوق 6 درجات. تروا 6 كونتر تروا بليس طريقه البيطاره والاخر. من بعد العيد ان شاء الله نعاودوا نستمروا باش يكون عندكم الاخبار باللي يعودوا يجونا كل يوم باش نخرجوا في حملات تحسيسيه. هذا من الجانب التحسيسي. الجانب القمعي هذا راه دور المديريه تاع التجاره ودور مصالح الامن، لاننا نخرجوا اون بريغاد ميكس مع الضرب ومع الامن الوطني، نخرجوا في مجال تغطيه رقابيه على مستوى كل المحلات التجاريه. وحنا الخوف الواحد اللي نخافوا منه هو ان تسموا كذا لحد الساعه مع الناس تتفاعل المهم يدير ان ديكو ويدير ان بابي نتاع برودوي اليمونتير يهز به الخبزه ويحطها في الساكه وتروح بها. الخبز حال الماده الوحيده اللي ما تغسلش هي الخبز، لان الخبز ما يغسلوش كيما تجيب كيما تاكل ما تحطو في الماء. الفاكهه كاين اللي يقول لك فاكهه، انا شحال من واحد شفتو في الخضاره عند الخضاره قال دوق حبه تفاحه حبه برقوق يمسحها بيدو وياكل. يقول لك نشوف لي جان نحطها تحت الميكروسكوب تشوف لي جان اللي فيها يعني بها وزيد لي برودوي اللي يديروهم تاع الحافظ اللي يحفظوا الاخر اللي يرشوهم في اثناء نمو هذيك الفاكهه ولا تفاح ولا برقوق ولا مشماش ولا خوخ ولا يبدا يغسلها ودير فيها 2 قطرات نتاع ماء نتاع الجافيل وغسلهم مليح 2 فوا ولا وحطهم يبردوا وتاكل الفاكهه تبغي بارده. سيرتو الدلاح، انا بو كونساي الدلاح يبغي يتكل بارد يا سخون والله العظيم غادي يدير اللي عيطنا في الجماعه اللي عيطنا سافا با دير باللي قاعد تمشوا معنا الحمله. بون غادي نعينوا الناس اللي يعودوا يمشوا في الحمله، ناس يتناوبوا كاين اللي يدخلوا يمشوا. حنا راهي تستمر يعني مستمره وعندنا من حتى لو 28 ولا قبل 28 لو 27 ولا نكملوا الحمله نعيدوا ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اولا نشكركم تلبيه الدعوه لهذه الايام التحسيسيه الوطنيه حول التسممات الغذائيه، واللي شعارها هذا العام كان التسممات الغذائيه قضيه الجميع. قضيه الجميع هذه اللي نقولوا عليها كلمه اللي هي ما تعنيش غير الهيئات الرسميه، ما تعنيش غير الجهاز الرقابي اللي يتمثل في مديريه التجاره وكذلك في المصالح الامنيه. قضيه الجميع هي قضيه كل اسره، هي قضيه كل فرد، كل شخص طفل ولا شيخ ولا امراه ولا راجل، هو راه معني انه يحمي راسه ويحمي العائله نتاعو والاسره نتاعو من التسممات الغذائيه. التسمم الكيميائي والتسمم الفيزيائي، هادو 3 كل تسممات. من ضمن الملح انه قادر يكون طالع اليود يدير مشكل نسموه تسمم اليود، ويكون هابط اليود يدير مشكل واحد اخر اللي معروف عند الناس الكل اللي هو الغده الدرقيه. احنا هنا في الدول الجزائريه عندنا الملح. هادو المنتوجات الاخرى كاين منتوجات منتهيه الصلاحيه، هذه غير مطابقه من حيث التركيبه، هذه منتوجات منتهيه الصلاحيه، وهذه عباره عن منتوجات تستعمل في توظيف منتوج غير مطابق. واش معناها؟ تلقاها هي اصلا فيها مشكل في الاتيكتاج، عنده مرسوم خاص فيها 11 حاجه لازمها تكون في الوسم، اي حاجه ناقصه يعتبر المنتوج عند مصالح الرقابه غير مطابق.